احنا اهل المدائن ما لنا علاقه بالسنه والشيعه. احنا نريد امان، ونريد نعيش، ونريد حريه نرتاح. هسه بالطريق نطلع من بغداد مرتاحين، ولا احد يقول لنا وين. ومشكورين الداخليه وامن الداخليه ووزاره الداخليه كلهم، ويا العلاوي والحرس الوطني اللي جو يحترمون احترام. اريد الامان. شارع بغداد صار لنا فتره ما شايف فيه. تفضل. انا من اهالي المدائن وانسان شيعي، وصار لي سنه ما طالع من المدائن الى بغداد، واليوم طلعت من المدائن الى بغداد مرتاح نفسيا انا وعائلتي وجهالي، وطلعت بامان ومشكورين. احنا اهل المدائن نريد بس الامان، ما نريد التفرقه، يعني هذا الحكي. وما نريد التفرقه. احنا اهل المدائن ما نريد التفرقه، وما نريد هذا بهالشكل وهذا بهالشكل، كلها مساواة وكلها طريق عدل. احنا اهل المدائن نريد الامان. احنا اهل المدائن نريد الامان، ونريد الطريق عدل يمشي بيننا وبين الجهتين. ما نقول هذا سني ولا شيعي ولا كردي ولا ورحم الله والديكم، ومشكورين اهالي التصوير. انطلقت بعد انفجار السيارتين فعلا، ورا حوالي الانفجار الاول والانفجار الثاني. الانفجار الثاني كانت السياره امامها، من انضربت السياره تفجرت ووقته، والصلاه والمصلين في الجامع بعدهم، فهي مهيئه لتفجير الجامع وارصاد الجامع. عمليه ارهابيه. طلعت وقلت لك ورا حوالي 10 دقائق استلمتنا الهاونات دق. كانت تستهدف هاي الهاونات؟ حتى بكيسي كانت تستهدف من ضمن، واتاكد لك اياه وعلى يقين، وهاي المنطقه كلها موجوده وتدري بيها زين، على يقين بان يخلص الاستهداف. استلمت الهاونات. كانت تستهدف الجامع، سمعنا استهداف الجامع. دورها هاي اللي كانوا ينتظرونها خطا على التيار الصدري، والتيار الصدري ما بي اي شيء. فالاسباب اللي التيار الصدري شنو اللي سواه؟ قاتلت في سبيل الدين وفي سبيل اي شيء، لا قاتلت الشيء جيش المهدي اللي توصل وش وقت تخفى العالم وتنتبه. ما جاي اعرف مجلس الحكم ايش وقت ينتبه. كل من يقدم كرسيه وكل من يقدم مناصبه ولا شيء. الداخل عزيزي، الداخل ما مسيطرين عنه، مسيطر على كرسيه لا اكثر ولا اقل. شكرا جزيلا. كل من دولارات يغرق. واللي اترجى من عندك رجاء ان شاء الله بان ما تخلي فضيحه، واريدها بكل جميع اي قنوات، وانا اللي مسؤول عن نفسي، وانا اللي هذا. يجي جماعة مال زرقاوي، يجي على مود اكراد يجون يخلون متفجرات من منطقة مال اربيل. يعني هاي ما يصير، هذا كلها اكراد، يعني يفجرات من منطقة يفجرون مال متفجرات. البداية کردنەوەی خولی پاڵاوتنە ممتازەکان لە تۆپی بدەست دامەز لەنێ و گروپەکان دەیانەیە و لێ ململانێ و ڕکابەرەکان و خۆی لە گەریانە تیپە بێزەکانی عێراق بەدەکات و ئەمەش ئێستا لە یاریەکی گرنگ و بێزدا هەردوویانەیە و لێر و یانەی دیا لە بەیەگەیشتن لە یاری ڕابردوو پێشەم یاریەدا یانەی سلێمانی و یانەی سیروای نوێ نەیانتوانی سەربکەون لە یاریەکان خولی کوردستاندا. ئەمەش یانەیە و لێر ئێستا لە یاریەکی یەکجار بێزدا بەرامبەر یانەی دیالە. هەندرێن عەلی کەناڵ عوڕا هاولێ. صاروخ كوشا يسمونه
شو اللي صار؟ غاتي وقع صاروخ كوتشات انفجر مقابل مستشفى الهلال الاحمر الولاديه الساعه 7:30. وان شاء الله ماكو اضرار جسيمه بس سيارات فلشت جام تفلش مال الدائره. والله ما ادري هسه حسب ما عرفت شنو اللي صار؟ كاتلين هذا المغني حمزه الاسمر كاتلينه ماشي وبعدين شو صار؟ هم يسوون بعدين انفجارات قال لك السياره ذيك السياره وقفت هناك هم جايين كاتلين هذا حمزه قال لك هذا حمزه في المحل سياره جايه هم جايين هي شو بعدين انفجارات شفت مجازي يعني وجيت ما يخاف افتهم شو اللي كتبتم الحادث؟ هاي السيارات ماشي جدا عين هاي هذا المغني غير ما جاي كاتلين المحل وبعدين انفجرت هاي السياره كلها. مين كان موجود بالانفجار؟ والله ما ادري انا هسه مين كان بالانفجار؟ هذا يقول لك نروح على عندنا يشتغل هذا ذبح اللحم مالته بس كده بس صار هالشيء شوف هذا اللحم مالته لا احنا اي شوف هذا اللحم مالته شوف هذا اللحم احكي لي استاذ شنو صار والله ما ادري هسه هو جايك محتل وقال انا بانه جيت محتل فلا بد ان يكون سقف زنوي في سبيل ان يكون حد الاحتلال هذا. احنا واقفين بالسيره مال بنزين اجى سيارتين بي ام ودبليو مرسيدس دوب فطلعوا مسلحين عليهم قتلوا اثنين واحد خطفوه. يعني هاي سائل عز مناسبة ثلاث اجواد هنا وحده هناك وحده يعني جاي بترون بالعالم يبنونه والله جاي يبنونه. والله هاي خطف امريكي زين خطف امريكي وجماعتنا هذول الامريكان زين قاموا يفترون هنا وصدوا شوارع زين هسه احنا نريد نطلع على باب صار لنا اسبوع قاعدين كيف لك الله زين وما طلع لي شغل زين حتى عواننا تبذلنا احنا ما يصير هذا مو وضح هذا يعني الله ما يرضاه يعني احنا شنو ذنبنا زين والله خطف امريكا احنا شنو علاقه زين تنسد الشوارع وهاي زين هسه العالم شوفه جاي تمشي بالشوارع زين يعني مو وضح هذا. فتشوا البيوت فتشوا المنافذ زين فتشوها ما خلوا لك منطقه ما فتشوها زين هسه المنافذ كلها ساديها زين يعني ليش زين شنو ذنبنا زين شنو ذنبنا زين هاي الوضعيه بالبلد صارت زين بعد عده سوالف زين لا هاي كافي لا كافي مطربات من المطربات انا اموت على نجوى كرم احب نجوى كرم يعني اغاني نجوى كرم كلها حاضره من البوم انا مثلي اخر البوم كبر الحب بنجوى كرم واعتز بام كلثوم من اول اغنيه لها نانسي يعني هي مو بطاله يعني خوش فنانه بس شنو كبنات مستجدات على سائر الفن. ومحمود فؤاد مطربين محمد فؤاد زين بس احب الكفور اعتز بالكفور. محمود فؤاد محمد فؤاد محمود فؤاد مراسل حرة حبيه خوش انسان وطيب وخادم للحرة واحنا نعتز بالحرة الحرة من المحيط الى الخليج عبر الانترنت واحنا نحبها لان شنو لا ما متواصل بيه. شنو هاي اللي قالها؟ هاي ربطة رجالية؟ ايه هاي رجالية شبابية لا رجالية شبابية واسمي علي جبار هاشم. هل لنا شوي هاي ليش ما هل مو تدلع خلاص هذا اسم الحرة هذا الطوطات تريد امشي. هاي نانسي عيني انا واحد اللي انفجر عليه والانفجار بعد عليه 3 امتار زين هاي العالم ما لها ذنب واحد جاي تتعين خطيه انا ما جاي اتعين بس عندي شغله جاي اقضي. يعني شنو هذا ابراهيم جعفري شو سوى؟ لا فعلا صار عربي رئيس وزراء شو سوى؟ شو سوى بس افهم شو سوى؟ ارهاب صار اكثر، مقاومه صار اكثر، يعني هذا صار اكثر، يعني يومين مشاكل هاك يا ابراهيم جعفري شوف الحال بكركوك شوف الحال العراق يعني شو استفاد من عندك؟ يعني هكذا هذا بنتك عمره 4 سنوات يعني سيارتي تفلشت هاي يعني اما ناخذ تعويض مالي يعني تعويض من يدي ابراهيم جعفري يعطيني